الدوران مظبوط جدا جدا. بنوع واحد من الخرز انا بضطر اشدها وامشي في قلبها الخيط عشان اقفل لها دوران من جوه. انما الخرزايه لما تبقى فيها واحده صغيره عن واحده، يعني بتشتغل بنوعين اتنين، بتريحني جدا في الشغل. هي بتلف تلقائي، ما بتحتاجش ولا انا اشد ولا انا اعمل اي حاجه. كده انا عملت معايا الناحيتين الاتنين. طبعا زي ما قلت طبعا ممكن تطوليها واحده كمان، دي حاجه ترجع لك وبراحتك انت. ممكن احنا طولناها كده نعمل لها من على الوش من هنا التلاتة طايرين، ماشي مش مهم. ادي تلاتة عشان يدوني يعني ايه المشط بتاع البدال بالطريقة دي. تمام. هعدي بقى الناحية التانية. طبعا لازم اعمل زي ما عملت هنا، لازم اعمل هنا عشان تبقى شبه بعضها. ادي تلاتة بتوعي. تمام. كده ايه مظبوط معايا؟ لا مش مظبوط، المفروض ان انا ادخلها في اللي هي تبقى لتحت. ايوه، يعني انا لما اجيبها كده هتبقى كده لتحت، لما اجيبها كده تبقى كده ايه اهي لتحت. يعني واحده عكس واحده. المفروض الواحد لما يبقى سايق البدال تبقى رجل فوق ورجل تحت. هقفلها طبعا ونشوف ازاي هنشتغل معانا العجل. بقت بالشكل ده معانا اهي، واحده يمين وواحده شمال، يعني مكان ايه ما بتلف العجل. وادي الجالون، ادي الكرسي، وادي الجسم بتاعها. بقى هنعمل ايه العجله اللي هو ده. طبعا هي دي معموله هنا بمقاس واحد، عشان كده ما كانتش مظبوطه بالظبط. دي عمايل طبعا محمد ابني. هنعملها اللي من جوه ده يبقى بالخرزيه الستة، اللي من بره كله بالخرزيه التمانية. طبعا لو انت بتشتغلي ب10 يبقى هتعملي 10 و8. هاخد 3 خرزات، خرزايه 8. طبعا هبدا اغير اللون بقى عشان يبقى العجل لون والجسم لون. وطبعا العجل زي ما احنا متعودين دايما بيبقى الكاوتش بتاعنا ايه الغامق اهو.